بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة مشاهدينا الكرام متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، حياكم الله وأهلا وسهلا، مرحبا بكم، نحييكم بأجمل تحية وطاب مساءكم بكل خير. على المحبة نلتقي في المواجهة المرتقبة التي تجمع بين طموح نادي النفط وإصرار نادي الغراف. مباراة تأتي في جولة مهمة من عمر المسابقة، حيث لا مجال للخطأ، والبحث عن النقاط الثلاث هو الشعار المرفوع منذ اللحظة الأولى. النفط الفريق الذي يبحث عن تعزيز موقعه في جدول الترتيب يدخل اللقاء وعينه على الاستقرار والظهور بمستوى يليق باسمه بمواجهة الغراف، الفريق المكافح الذي يسعى لإثبات ذاته وإحراج الكبار في كل مناسبة هنا لحساب الجولة 27 ضمن منافسات دوري نجوم العراق، هنا على ملعب الكابتن شرار حيدر، في لقاء مهم، في مباراة مهمة لحساب الجولة 27. نادي النفط يصطدم بنادي الغراف هنا على ملعب الكابتن شرار حيدر. لا شك أنها مباراة مهمة في دورينا في هذه الجولة. نادي النفط بقيادة طبعا المدرب عادل نعمة يدخل بحراسة المرمى حسين علي جولي، كرار سالم، سامسون قباديبو، سيف كريم، حبيب محمد، علي ماجد، ستار ياسين، حسام جاد الله، وليد كريم، وموتاري أمادو، وجعفر عبيس. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي النفط في هذه المباراة بانتظار صافرة البداية لانطلاقة هذه المباراة بقيادة الحكم واثق محمد، هو من يقود هذه المباراة لحساب الجولة 27. نعم، هذه إذن صافرة البداية أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. تحياتي يوسف جميل معلقا واصفا على أحداث هذا اللقاء في هذه المباراة التي تجمع نادي النفط مع نادي الغراف. طبعا حكم المباراة واثق محمد هو من يقود هذه المواجهة، ويساعد واثق مدلل، أحمد سلام مساعد ثاني، محمد صادق حكم الرابع، بينما زيد ثامر وحامد طالب حكام في غرفة الفار. هذا الرجل الواضح في الصورة مدرب قحطان شفير الذي يقود نادي الغراف في هذه المباراة الثالثة له طبعا مع نادي الغراف في هذا الموسم، بعد أن استلم المهمة في مباراة النجف بالنسبة لقحطان شفير. طبعا يدخل بحراسة المرمى مجتبى محمد، حسين فلاح، فابريس أكبوتشو، سالمون تشارلس، حسين عبد الواحد، أمير عبد الله، حسن داخل كشاش، عباس فوزي، أنيس المعاري، وفيديليس كوكو. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي الغراف في هذه المباراة. هنا محاولة وتسديدة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب بتسديدة كانت من وليد كريم في الكرة الماضية، ولكنها مرت بأمان وسلام على مرمى نادي الغراف. هنا الواضح في الصورة أيضا عادل نعمة الذي يقود كتيبة نادي النفط، ويسعى نادي النفط لتعزيز موقعه في جدول الترتيب من خلال ما تبقى من هذا الموسم. وصلنا للجولة 27 وبانتظار من سيحسم لقب الدوري في هذا الموسم. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس نادي النفط، القمصان البيضاء، نادي الغراف هي القمصان الخضراء. هنا محاولة لمصلحة نادي الغراف، هي محاولة ولكن هناك صافرة. نعم، الصافرة موجودة، خطأ يأتي لمصلحة نادي النفط. مباراة لا شك أنها مباراة مهمة، وننتظر أن نشاهد فيها أهداف في هذه الجولة، في هذه الموقعة المهمة جدا بالنسبة للغراف الذي بدأ بانطلاقة ممتازة في بداية الدوري، بعد ذلك النتائج ووصولا لهذه المباراة. بالتأكيد هناك جمهور كبير، جمهور الغراف وجمهور الناصرية عموما الذي ينتظر نادي الغراف أن يقدم المزيد والمزيد. طبعا للحديث عن نادي الغراف، حقيقة هذا الفريق الذي طبعا في أول موسم في دور النجوم وهو يقدم نفسه حقيقة كفريق مميز، وكان إضافة كبيرة
في هذا الموسم في دورينا. كرة هناك لمصلحة نادي الغراف ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى تماس هنا الواضح في الصورة. لاعب نادي الغراف في الكرة الماضية. كرة من جديد لا زالت لمصلحة نادي النفط من حسام جاد الله، لعبت من هناك ولكنها مرت عادت من جديد إلى سامسون جاباديبو. الكرة لا زالت محاولة مستمرة لنادي النفط، محاولة صناعة فرصة جديدة والتقدم بها إلى الأمام من سيف كريم. يلعب الكرة أمامية عالية يحاول بها لمصلحة حسام جاد الله. النقلات مستمرة، المحاولة موجودة ولكن هناك صافرة لمصلحة نادي الغراف بهذه اللحظات. شوف هذه الكرة الماضية اللي طبعا كان فيها حالة تسلل التي كانت على لاعبي نادي النفط. كرة لمصلحة نادي الغراف. لقاء الذهاب كان هناك في الناصرية، انتهى بفوز الغراف. كان في الجولة 12 سجل في تلك المباراة فيديليس كوكو ثنائية في لقاء الذهاب في هذا الموسم. كانت في الجولة 12 في تلك المباراة التي سجل بها فيديليس كوكو هدفين. فيديليس كوكو الآن هو موجود وننتظر ماذا سيقدم لنا من خلال هذا اللقاء. وعلى الجانب الآخر أيضا نادي النفط، الفريق المميز، الفريق الجيد يقدم مستويات جيدة. الفوز على الكهرباء بهدفين لهدف، الفوز على القاسم بهدفين طبعا من خلال الجولة 23 و 24. على الجانب الآخر بالنسبة لنادي الغراف الذي فاز على النجف بهدف، بعد ذلك تعادل في المباراة الأخيرة. هذه محاولة ولكن الإبعاد يأتي من موتاري أمادو. كرة عادت من هناك لمصلحة نادي الغراف. المحاولات لا زالت مستمرة، من هناك يحاول بها بصناعة فرصة جديدة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى تماس. هنا أمير عبد الله واضح في الصورة. تشكيلة نادي الغراف: حسين عبد الواحد، تجربة طويلة في الدوري مع الميناء والشرطة. حديث عن حسين عبد الواحد. يلعب الكرة عالية للأمام داخل منطقة الجزاء ولكن مرت من هناك إلى الركنية لمصلحة نادي الغراف. واضحة الرغبة، واضحة الجدية والحماس لدى لاعبي نادي الغراف مع بداية المباراة. هسه نشاهد أهداف مع بداية هذا اللقاء. حسين فلاح على تنفيذ الركلة الركنية. هناك الجمهور ينتظر، جمهور الغراف وجمهور الناصرية عموما الذي ينتظر فرحة وينتظر لهذا الفريق الذي يمثل الناصرية خير تمثيل في هذا الموسم لغاية الآن. هناك ركنية لمصلحة نادي الغراف. حسين فلاح يلعب الكرة عالية من هناك ولكن الإبعاد. الكرة لا زالت عادت من جديد لمصلحة نادي الغراف. يتواصل حسين فلاح، لعب كرة أمامية ولكنها طويلة، مرت وخاطئة إلى خارج أرضية الملعب من عباس فوزي في الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. هنا عادل النعمة كمدرب حدود سابقا، مع الطلبة سابقا مع نفط الوسط، الصناعات الكهربائية. عادل النعمة وتجربة في الدوري. ركلة مرمى حسين علي جولي، حارس مرمى نادي النفط الذي سبق وان درب، طبعا كان حارس مرمى لنادي أربيل. كرة لمصلحة نادي النفط على جهة اليسار، حاول صناعة فرصة جديدة. يلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. فرصة أخرى النفط، لازلنا نشاهد هناك فرصة وهنا فرصة لكلا الفريقين بالنسبة للنفط وكذلك بالنسبة للغراف. بالسلامة إن شاء الله لمجتبى محمد حارس مرمى نادي الغراف. شوف هذه الكرة الماضية، مجتبى محمد الذي سبق وأن
الممثلة الديوانية بالنسبة لي حارس مرمى نادي الغراف مجتبى محمد، بالسلامة إن شاء الله. حديث عن مباريات نادي الغراف وكذلك نادي النفط. طبعا الغراف فاز ب9 مباريات في هذا الموسم، بينما نادي النفط فاز ب8 مباريات في هذا الموسم لغاية الآن. نادي الغراف الذي فاز في 9 مواجهات. الحديث عن مواجهات مهمة فاز بها نادي الغراف في هذا الموسم: الفوز على الموصل بهدف نظيف، الفوز أيضا على الكهرباء ب3 أهداف لهدف، والفوز أيضا على نفط ميسان بهدف نظيف، كذلك الفوز على نادي النفط في الجولة 12 مباراة الذهاب كما ذكرت بهدفين مقابل لا شيء، الفوز على النجف بثلاثية نظيفة، الفوز على الميناء بهدف، الفوز على أمانة بغداد ب3 أهداف لهدفين. لكن الفوز الأكبر والفوز المثير الذي لا ينسى بالنسبة لجمهور الغراف الفوز على دهوك ب4 أهداف ل3. تلك المباراة التي كانت حقيقة جميلة جدا في دورينا. بعد ذلك آخر فوز الذي كان في الجولة 25 والفوز على النجف بهدف نظيف. كرة لمصلحة نادي النفط، حاول صناعة فرصة جديدة لكن هالكرة مرت عادت لمصلحة نادي الغراف. كرة لعبت أمامية وصلت عند حارس المرمى. سنشاهد أهداف مع بداية هذا اللقاء. الأهداف كانت حاضرة وقد تكون حاضرة في دينيس كوكو. الله، على فرصة ضاعت لمصلحة نادي الغراف، ولكن يبدو هناك راية، يبدو هناك حالة تسلل كانت على لاعبي نادي الغراف. لاحظ هذه الكرة الماضية وهذه الفرصة التي كان فيها في موقف تسلل في الكرة الماضية لنادي الغراف، كاد أن يفتتح أهداف اللقاء بخطأ فيديلس كوكو. الأسماء المميزة الموجودة بتشكيلة الغراف صاحب 14 هدف، 14 هدف لفيديلس كوكو في هذا الموسم. هداف مميز لفيديلس كوكو وإضافة كبيرة لدورينا. كرة من جديد لا زال لمصلحة نادي النفط، أيضا لديه طموح بالنسبة لنادي النفط في هذا الموسم. كرة لعبت أمامية لا زالت عادت من جديد مناولات لمصلحة لاعبي نادي الغراف، ولكن هناك صافرة ومخالفة لمصلحة نادي الغراف بهذه اللحظات. لمصلحة حسن داخل كشاش كابتن نادي الغراف الذي سبق واللعب ومثل نادي نفط البصرة. شوف هذه الكرة الماضية، الإعاقة كانت موجودة من حسام جاد الله. كرة عادت لمصلحة نادي الغراف. جماهير تنتظر، جمهور الغراف الذي ينتظر نادي الغراف أن يكون بأفضل صورة وبأفضل حلة بالنسبة لجمهور الغراف. كرة من جديد في وسط الميدان، الغراف القادم من ذي قار. كرة من هناك بالراس عادت من جديد لمصلحة نادي النفط. مناولات على جهة اليسار، لمسة أمامية يحاول بها وليد كريم محاولة الدخول، يا سلام، ولكن الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي الغراف في وسط الميدان. محاولة صناعة فرصة جديدة، نادي الغراف يحاول أن يهز الشباك ويجعل المباراة أكثر إثارة من خلال الدقائق القادمة. مناولات يا سلام، مناولات رائعة، لمسات جميلة للاعبي نادي الغراف، لمسات فنية. كرة من جديد على جهة اليسار، محاولة صناعة فرصة جديدة لمصلحة نادي الغراف اللي حقيقة قدم مباريات جميلة في المباريات السابقة من دورينا في هذا الموسم. كرة من جديد، نادي الغراف يستحوذ، أبناء الزقورة، أبناء الغراف
كرة من جديد، محاولة داخل منطقة الجزاء، هنا تسديدة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. لاحظ هنا الاستلام، وهنا حسين طارق سدد كرة بقدمه اليسار لكنها مرت بأمان وسلام على مرمى نادي النفط. هجمات نادي الغراف تتوالى. هل هناك أهداف في قادم الدقائق لأبناء الناصرية؟ نشاهد ونتابع. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف. يا سلام، الله على المرور لأمير عبد الله، يلعب الكرة أمامية من هناك ولكن الحضور الدفاعي موجود. لا زال الغراف يواصل بهجمات. فيدريس كوكو القناص دائما ما يهز الشباك، وهو طبعا هداف نادي الغراف في هذا الموسم. هنا وليد كريم، ايضا واحد من الاسماء التهديفيه المميزه بتشكيله نادي النفط. حسين فلاح، براس عادت لمصلحه سامسون جاباديبو، يلعب الكره عاليه وللامام في وسط الميدان. هنا الحضور الدفاعي بشكل ممتاز. كرات براس بين هذا وذاك غير مستقرة، يحاول بها من هناك لمصلحة نادي الغراف عن طريق أنيس المعاري اليمني. أنيس المعاري المحترف اليمني بتشكيلة نادي الغراف. كرة لمصلحة نادي النفط. نقترب على أول ربع ساعة من عمر هذا اللقاء، لا زلنا نشاهد مباراة بلا أهداف، ولكن هناك أهداف قد تكون قادمة في قادم الدقائق. كرة من هناك لمصلحة نادي النفط ولكن أقرب لدفاعات نادي الغراف، حاول بها من هناك عن طريق فابريس أكبوتشو لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا ستار ياسين الذي سبق ومثل زاخو ومثل نوروز. بالنسبة لستار ياسين، رمية تماس لمصلحة نادي الغراف. نادي الغراف الذي تعادل ب6 مباريات، 6 مباريات تعادل بها نادي الغراف في هذا الموسم. تعادل مع القاسم تعادل سلبي، تعادل مع القوى الجوية بهدف لهدف، التعادل مع زاخو تعادل سلبي، وكذلك بنفس النتيجة مع الزوراء، تعادل مع ديالا 1-1، وتعادل مع أربيل أيضا بهدف لهدف. هذه هي المباريات التي تعادل بها نادي الغراف في هذا الموسم. كرة من جديد لمصلحة نادي النفط. كذلك الحال بالنسبة لنادي النفط، أيضا تعادل في 10 مباريات، 10 مباريات تعادل بها نادي النفط في هذا الموسم. 10 مباريات، الحديث عن تعادل مع الكرخ بهدفين لهدفين، وكذلك التعادل مع دهوك تعادل سلبي، كذلك مع القوى الجوية، مع النجف، مع الميناء، مع الزوراء تعادل بهدف لهدف، مع الشرطة تعادل بنفس النتيجة مع النجف، وتعادلين سلبيين على التوالي مع الطلبة والقوى الجوية بالنسبة لنادي النفط. لكن لدينا فرصة ولدينا محاولة لمصلحة نادي النفط. هسه نشاهد أهداف. النفط يضغط بهذه اللحظات، مناولات، كرة لا زالت لعبة أمامية ولكن الإبعاد موجود. كرة لا زالت، عادت من جديد لمصلحة نادي الغراف على جهة اليسار، الإبعاد موجود، الإبعاد كان موجود في الكرة الماضية. وصلت لمصلحة أكبوتشو، مناولات والإبعاد، كرة أمامية، عادت لمصلحة دفاعات نادي النفط عن طريق سامسون جاباديبو. كرة من جديد سيف كريم، هناك صافرة، المخالفة موجودة والبطاقة الصفراء أيضا حاضرة على حسن داخل كشاش، تلقى البطاقة الصفراء في هذه اللحظات، هي البطاقة الصفراء الأولى من خلال هذه المباراة. البطاقة الصفراء الأولى، لاحظ هذه الكرة الماضية
بينه وبين وليد كريم، بالتالي بطاقة صفراء على القائد، على الكابتن، على حسن داخل كشاش. مخالفة لمصلحة نادي النفط. نادي النفط في هذا الموسم الذي خسر بثمانية مباريات، 8 مباريات خسرها نادي النفط في هذا الموسم. خسر من أمام القرمة بهدفين لهدف، خسر من أمام الموصل بنفس النتيجة، خسر أمام نوروز بهدفين مقابل لا شيء، خسر من أمام الغراف بهدفين مقابل لا شيء، كذلك الخسارة من أمام نادي نفط ميسان بهدفين لهدف، الخسارة مع أربيل ب3 أهداف لهدف، وكذلك الخسارة مع زاخو بهدفين مقابل لا شيء، الخسارة من أمام الكرخ بهدف نظيف. كذا هي المباريات التي خسرها نادي النفط في هذا الموسم. لكن لدينا مخالفة وكرة لمصلحة نادي النفط بهذه اللحظات. كرة لا زالت من علي ماجد، علي ماجد على التنفيذ، يلعب الكرة عالية وداخل منطقة الجزاء، ولكنها عند حارس المرمى، وصلت سهلة عند حارس المرمى مجتبى محمد، حارس مرمى نادي الغراف. كرة لعبت على جهة اليمين لمصلحة الغراف، يعود بالخلف من فابريس أكبوتشو عند حارس المرمى مجتبى محمد، يلعب الكرة عالية أمامية، التحضير موجود بشكل ممتاز حسين طارق، لكن هالكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس، رمية جانبية. هنا حسين فلاح، خبرة أيضا في الدوري، الأسماء الموجودة بتشكيلة نادي الغراف أسماء خبرة، بعضها تحدث عن حسين فلاح، عن حسين عبد الواحد، أسماء جيدة بتشكيلة نادي الغراف. كرة من هناك على جهة اليسار، حاول صناعة فرصة جديدة، تعود الكرة بالخلف، حاولت صناعة الفرصة من الخلف، تأني وصبر بلمسات بمناولات. فابريس أكبوتشو المحترف التوغولي يلعب الكرة أمامية على جهة اليمين، لكنها مرت إلى رمية تماس. حسين طارق، توجيهات مستمرة لقحطان تشثير الذي يقود هذه المباراة الثالثة له مع نادي الغراف في هذا الموسم. استلم المهمة بمساعدة أيضا طبعا حسن كمال ومؤيد جودي، بينما حسين جبار مدرب حراس وأحمد القدور مدرب لياقة، بينما الكابتن رافد سالم محلل فني في الكادر التدريبي مع قحطان تشثير في نادي الغراف. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف، لعبت لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، لعبت بشكل سريع، ولكن هنا الحضور الدفاعي بشكل ممتاز، مرت إلى خارج أرضية الملعب، لا زالت لمصلحة نادي النفط. هسه نشاهد أهداف، يا سلام، هنا محاولة المرور بالمهارة، يلعب الكرة أمامية، ولكنها مرت من هناك إلى ركنية بهذه اللحظات لمصلحة نادي النفط. حسام جاد الله بمهارته المعتادة لعب الكرة الماضية، مرت من هناك إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي النفط، ركنية بهذه اللحظات. لمصلحة نادي النفط، نادي النفط يبحث عن هدف في هذه الدقائق. هسه نشاهد أهداف من خلال الشوط الأول من هذه المباراة. توجيهات حكم المباراة واثق محمد للاعبين، بينما لدينا ركنية لمصلحة نادي النفط. كرة لعبت على مستوى القائم الثاني، كرة لا زالت من هناك، ولكن الإبعاد، الكرة لا زالت داخل منطقة الجزاء، محاولة لكنها أقرب، عادت لمصلحة نادي النفط، لعبت الكرة عرضية ولكن الإبعاد. برافو على حضور دفاعي مميز لسالامون تشارليس والإبعاد، لكن نادي النفط يتواصل، نادي النفط يبحث عن هدف من خلال هكذا أوقات، من خلال هكذا توقيت. بالنسبة لنادي النفط لدينا حسام جاد الله على تنفيذ الركلة الركنية، الركلة الركنية لمن ستكون؟ هل لسيف كريم؟ ومن سينفذ الركلة الركنية بهذه الدقائق؟
الركنية لأصحاب القمصان البيضاء، يبحثون عن هدف من خلال هذا التوقيت. ركنية للنفط، كرة لعبت عالية داخل منطقة الجزاء ولكن الإبعاد. الحضور الدفاعي مميز، لا زالت الكرة من جديد عادت لمصلحة نادي النفط داخل منطقة الجزاء، ولكن مرة ثانية التغطية الدفاعية إبعاد وتدخل بتغطية دفاعية كانت مميزة. وليد كريم كابتن نادي النفط في الكرة الماضية مرت إلى تماس. يتواصل نادي النفط البحث عن هدف. كرة على جهة اليمين، لعبة الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، يا سلام، الله 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 على الاستلام، الله على هذا الاستلام المميز في مساحة ضيقة جدا، وهناك مطالبة بوجود ركلة جزاء، المطالبة بوجود ركلة جزاء. لاحظ هذه الكرة الماضية، الله على الاستلام في مساحة ضيقة جدا بالنسبة لحسام جاد الله، ولكن الكرة مرت بأمان على مرمى الغراف. لا زالت الكرة الرأسية، الله الله على كرة أخرى لمصلحة نادي النفط. البحث لا زال مستمر بالنسبة لنادي النفط، والسعي واضح لتسجيل وتدوين أولى الأهداف. لاحظ هذه الكرة وهنا الرأسية، الله الله على كرة جميلة كانت من وليد كريم الكابتن والقائد. وقت الشدائد يظهر وليد كريم بهذه اللحظات بالنسبة لنادي النفط، يبحث عن هدف، ولكن كرة مرت عادت من جديد لمدافعي نادي النفط لمصلحة ستار ياسين. محاولة صناعة فرصة جديدة. نادي النفط قوي جيد من خلال هكذا توقيت، واضحة الرغبة، الحماس الموجود لدى لاعبين نادي النفط. محاولة الاستحواذ على المباراة، محاولة يعني أنه يكون في حالة ضغط بأكبر وقت لتسجيل الأهداف. على الجانب الآخر نادي الغراف أيضا يملك ما يملك، وقد يفعل كل شيء من خلال المرتدات السريعة وعن طريق فيديليس كوكو. كل شيء وارد، مثل هكذا كرات لعبت لكنها خاطئة عادت من سامسون جاباديبو. ستار ياسين لعب الكرة عالية من هناك يغير الاتجاه على جهة اليمين، فرصة لمصلحة نادي النفط. يا سلام على التحضير، وهذه كرة عرضية ورأسية ولكن الإبعاد. الكرة لا زالت ولكن عند حارس المرمى، مرت من هناك إلى ركنية لمصلحة نادي النفط بهذه اللحظات. مجتبى محمد حاول التصدي واللحاق بالكرة الماضية، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية بهذه اللحظات. ركنية هي أخرى. يتواصل الضغط يولد أخطاء. الركنية نعم الثالثة لمصلحة نادي النفط، يعكس مدى تقدم نادي النفط في هذه المباراة. هذه الكرة محاولة داخل منطقة الجزاء، ولكن هناك صافرة كرة لمصلحة نادي النفط بهذه اللحظات. وليد كريم الذي لعب الكرة الماضية بشكل ممتاز، هنا حبيب محمد المحترف الغاني، لكن هذه الركلة الركنية وهذه الكرة الماضية التي كانت بها مخالفة نعم على وليد كريم. طبعا من خلال مباريات هذه الجولة 27 يوم أمس الشرطة انتصر على أمانة بغداد ب4 أهداف لهدف. نادي نوروز تعادل سلبيا أمام الكرخ، والطلبة فاز على النجف بهدفين لهدف. لكن لدينا هناك تعادل إيجابي بهدف لهدف كان بين زاخو والزوراء في مباراة كانت جميلة. أيضا لدينا انتصار كان رائع لنادي القرمة، والفوز على دهوك وأهداف أيمن حسين الجميلة. قرمة فاز بثلاثية على نادي دهوك يوم أمس، لكن لدينا هنا تستكمل مباريات هذه الجولة 27. قبل الدخول في هذه المباراة أربيل تعادل مع الموصل بهدفين لهدفين في مباراة أيضا كانت حقيقة مثيرة وجميلة. لدينا الكهرباء، نادي الكهرباء والفوز على الميناء. تتوالى خسائر الميناء في هذا الموسم.
يفوز لمصلحة نادي الكرم. هنا محاولة، الله، على تسديدة، أراد أن يجرب حظه من مسافة بعيدة، ولكن حارس المرمى كان يقظا في الكرة الماضية. بالنسبة لحسين علي جولي تسديدة، ولكن وجدت يقظة من حارس المرمى. لاحظ هذه الكرة الماضية، هنا التحضير، بعد ذلك الكرة الماضية اللي كانت لمصلحة نادي الغراف بالتسديد، ولكن حارس المرمى حسين علي جولي كان حاضرا بالتوقيت المناسب في الزمان والمكان. طبعا أيضا ديالا فاز بهدف نظيف على نفط ميسان. هكذا هي مباريات الجولة 27، ولكن لدينا بنفس توقيت هذه المباراة لدينا هناك القاسم مع نادي القوة الجوية، وهنا لدينا النفط أمام الغراف. من يحقق الانتصار في هذه المباراة؟ كيف ستكون نهاية هذا اللقاء؟ هنا لدينا مخالفة لمصلحة نادي الغراف بهذه اللحظات. نادي الغراف الذي خسر ب11 مباراة في هذا الموسم، بينما نادي النفط خسر ب8 مواجهات. لكن لدينا ركنية بتوقيت مهم بالنسبة لنادي الغراف بهذه اللحظات. أمير عبد الله على تنفيذ الركلة الركنية. أمير يلعب الركلة الثابتة ولكن الإبعاد. كرة لا زالت أمير عبد الله لعب الكرة من جديد. الغراف يضغط بهذه اللحظات. هذه كرة محاولة داخل منطقة الجزاء، ولكن الحضور لا زالت داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة ثابتة في الكرة الماضية، مرت إلى خارج أرضية الملعب بسلام على مرمى نادي النفط. هذا فيديليس كوكو، والتوجيهات والكلام مع الزملاء. بينما لدينا موتاري أمادو محترف النيجري الذي سبق ومثل القادسية والفيحاء والعين هناك في السعودية. حضور جماهيري لجمهور الغراف، جمهور الناصرية المحب والعاشق أينما ذهب النادي. التشجيع مستمر. كرة من جديد، كرة بالراس وبعدت، لا زالت المحاولة مستمرة. كرة أمامية في وسط الميدان لمصلحة نادي النفط. سنشاهد أهداف في الربع الساعة الأخيرة من هذا الشوط. يلعب الكرة عالية خطيرة داخل منطقة الجزاء. هذه محاولة مرة أخرى، ولكن هناك صافرة مخالفة لمصلحة نادي الغراف، لمصلحة مجتبى محمد حارس مرمى نادي الغراف. في الكرة الماضية هنا الارتقاء، وهنا العرضية اللي كانت من ستار ياسين، وهنا الارتقاء كان من مجتبى، والمخالفة لمصلحة نادي الغراف. طبعا الغراف كما ذكرت خسر في 11 مباراة خسرها نادي الغراف في هذا الموسم. الخسارة من أمام الكرخ وأربيل والقرمة ونوروز، والخسارة من أمام الطلبة والشرطة. ولدينا أيضا خسارات كانت متتالية. الخسارة مع طبعا زاخو لهدفين، الخسارة من أمام القوة الجوية، أمام القرمة، أمام الزوراء بهدف، الخسارة من أمام نوروز بهدفين لهدف. كذا هي المباريات التي خسر بها نادي الغراف في هذا الموسم. كرة لعبت من جديد، حاول لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. طبعا نادي الغراف في هذا الموسم لغاية الآن سجل 25 هدف، واستقبل 27 هدف، بينما نادي النفط سجل 26 هدف واستقبل 23 هدف. كذا هي الأهداف التي سجلها الغراف وكذلك نادي النفط. طبعا كانت حصيلة كل ذلك بالنسبة لنادي الغراف 33 نقطة، بينما نادي النفط لديه 34 نقطة برصيده في جدول الترتيب. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. رميات التماس الكثيرة
لمصلحة نادي النفط. 33 دقيقة. رمية تماس لمصلحة نادي النفط من سيف كريم. لعب الكرة أمامية، الكرة لا زالت، عادت من جديد لمصلحة نادي الغراف على جهة اليمين. هناك صافرة مخالفة في هذا التوقيت لمصلحة نادي الغراف. من الواضح في الصورة حسين طارق، وهنا علي ماجد الذي سبق ومثل نادي القاسم. لدينا هنا كرة لمصلحة نادي الغراف مع المدرب قحطان كثير صاحب الخبرة في الدوري. بالنسبة لقحطان كثير مسيرة طويلة، سبق والمثل طبعا وان درب نادي الصناعة. بالنسبة لقحطان كثير ونادي النجف، هنا لدينا كرة لمصلحة نادي النفط، ولكن الإبعاد، الكرة لا زالت، عادت من جديد على جهة اليمين. هنا لدينا صافرة، المخالفة لمصلحة نادي الغراف. في هذا التوقيت نتيجة لا زالت سلبية بدون أهداف في هذه المباراة. طبعا بالمناسبة والحديث عن التعادلات، نادي النفط أكثر فريق تعادل في هذا الموسم. أكثر فريق تعادل في هذا الموسم كان نادي النفط ب10 مباريات. 10 مباريات تعادل بها نادي النفط في هذا الموسم. هو طبعا تخيل يعني 10 من هذه المباريات، من ضمن هذه المباريات ال10 لدينا 7 مباريات تعادل بها نادي النفط بتعادل سلبي 0-0. 7 مباريات تعادل بها نادي النفط تعادل سلبي. هو طبعا هو أكثر فريق تعادل في هذا الموسم ب10 مباريات. ستنتهي هذه المباراة أيضا بتعادل. نشاهد ونتابع، ستكون هناك أهداف حاضرة في قادم الدقائق. كرة في وسط الميدان، لعبت عالية وللأمام لمصلحة نادي الغراف. يا سلام، هنا هجوم، محاولة، ولكن سامسون قباديبو الحضور والإبعاد من حبيب محمد. يلعب الكرة، استقبال ممتاز، كرة لا زالت لمصلحة نادي النفط. كرة عادت في وسط الملعب، يلعب الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس، إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط ولمصلحة نادي الغراف. كرة عادت عند حارس المرمى مجتمع محمد. يلعب الكرة، يغير الاتجاه على جهة اليسار. حاولت صناعة الفرصة من الخلف، لكن لاحظ التقدم والضغط المتقدم للاعبي نادي النفط على لاعبي الغراف، مما أجبر لاعبي الغراف على لعب الكرة والخطأ. ولكن الكرة لا زالت، عادت لمصلحة نادي الغراف. لدينا صافرة مخالفة. البطاقة الصفراء، نعم البطاقة الصفراء تأتي على علي ماجد، هي البطاقة الصفراء الثانية. البطاقة الصفراء الثانية في هذا اللقاء بعد البطاقة الصفراء الذي تلقاها طبعا حسن داخل كشاش بتشكيلة نادي الغراف. شوف هذه الكرة الماضية، هنا المخالفة لمصلحة عباس فوزي، لمصلحة الغراف. البطاقة الصفراء الثانية في المباراة تأتي على علي ماجد. طبعا الحديث عن المؤتمر الصحفي وما قاله طبعا كلا المدربين بالنسبة لعادل نعمة، قال هذه المباراة ستكون مباراة ال6 نقاط بسبب طبعا تقارب الترتيب. هكذا تحدث طبعا عادل نعمة في المؤتمر الصحفي، وقال طموحنا كبير من خلال هذا اللقاء. تحدث انه قال نحترم فريق الغراف وهو يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المميزين. هذا ما تحدث به طبعا المدرب عادل نعمة في المؤتمر الصحفي. ولكن هنا لدينا المراجعة في الفار، هل هناك حالة طرد من خلال هذه الكرة؟ نشاهد ونتابع
هل هذه الكرة كانت تستحق البطاقة الحمراء على علي ماجد؟ نشاهد ونتابع. حكم المباراة يشاهد الحالة مرة أولى مرة ثانية، يتأكد وسيعطينا القرار. القرار البطاقة الصفراء ملغية والبطاقة الحمراء. البطاقة الحمراء الآن يغادر علي ماجد. الآن بهذا التوقيت نادي النفط سيلعب المباراة منقوص العدد. البطاقة الحمراء المباشرة على علي ماجد بهذا التوقيت. الآن يغادر وتلغى البطاقة الصفراء. نادي النفط سيلعب قادم الدقائق من هذه المباراة منقوص العدد، ولكن على الجانب الآخر فرحة جمهور الغراف ويستبشر خير في هذه المباراة. شوف هذه الكرة الماضية والتدخل أيضا مثل هكذا حالات تدخل خطر على حسن داخل كشاش. وأكيد لدينا برنامج أنت الحكم الذي يعرض عبر شاشة العراقية الرياضية. مثل هكذا حالات. كرة لا زالت لمصلحة نادي الغراف. هل يستثمر نادي الغراف هذا النقص العددي ويحقق انتصار في هذه المباراة؟ فابريس أغبوتشو المحترف التوغولي. لا زالت لمصلحة الغراف، عادت على جهة اليسار لمصلحة نادي النفط. كرة عادت من أمير عبد الله. ستار ياسين لعب الكرة أمامية، عادت لحسن داخل كشاش بشكل ممتاز، يلعب الكرة أمامية لكنها أقرب لجولي، أقرب لحسين علي. حسين علي جولي حارس مرمى نادي النفط. هذه البطاقة الحمراء يعني قد تغير الأمور بشكل كبير لكلا الفريقين من الناحية التكتيكية والخططية، لا شك في ذلك. نادي الغراف الآن سيندفع، يحاول استثمار هذا الموضوع وهذا الأمر، أن يلعب نادي النفط منقوص العدد. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف. الإبعاد، كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب من أغبوتشو. رمية تماس في هذه اللحظات لمصلحة نادي النفط. آخر 5 دقائق متبقية في هذا الشوط. التعادل السلبي لا زال قائم وحاضر. كرة لعبت أمامية، لا زالت عادت لمصلحة نادي الغراف. كرة من هنا يحاول ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا فيديليس كوكو. هل هناك مخالفة أم إنها رمية تماس؟ لكن جمهور الغراف حاضر، ونسمع الأهازيج ونسمع جمهور نادي الغراف الحاضر هنا في ملعب الكابتن شرار حيدر. جمهور قطع المسافات وجاء هنا لكي يشجع ويوازر، جمهور عاشق. هكذا هو جمهور الغراف كما نشاهد طبعا، وهو يملأ المدرجات هناك في ملعب الناصرية. هو حاضر هنا ويسافر مع الفريق، يشجع ويوازر ويعطي جمال لدورنا. لكن الغراف يحاول بهذه الكرة على جهة اليسار. يا سلام، هذه كرة يحاول لمصلحة نادي الغراف، لكن لدينا هناك صافرة مخالفة لمصلحة نادي النفط في هذه اللحظات. مصلحة نادي النفط. شوف هذه الكرة الماضية. طبعا كلا الفريقين قادمين من تعادل سلبي، لكن النفط قادم من تعادلين سلبيين على التوالي. وطبعا كلا الفريقين كلاهما لم يسجلوا أي هدف في آخر مباراة. في آخر مباراة لم يسجل. الغراف
تعادل سلبيا مع أربيل في آخر مباراة، بينما نادي النفط لم يسجل في آخر مباراتين. تعادل مع الطلبة بتعادل سلبي، وكذلك بنفس النتيجة مع القوة الجوية. ولكن هل سنشاهد أهداف في هذه المباراة؟ رمية تماس لمصلحة نادي النفط، سيف كريم اللي سبق والمثل الحدود. رمية جانبية لمصلحة نادي النفط، كرة لعبت عادت لمصلحة نادي الغراف والإبعاد بالراس. لا زالت كرات بين هذا وذاك، يعني بعد هذه البطاقة الحمراء هل ستنتهي هذه المباراة بتعادل سلبي؟ لا أعتقد ذلك. هناك أهداف قادمة لهذا الفريق أو ذاك. الأهداف قادمة. لدينا كرة لمصلحة نادي النفط، هذه محاولة داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة محاولة، ولكن الحضور الدفاعي، تغطية دفاعية مميزة من فابريس أكبوتشو. حسن داخل كشاش يحاول المرور، عباس فوزي يعود الكرة بالخلف لمصلحة نادي الغراف. أمير عبد الله على جهة اليسار، حاول من حسين عبد الواحد والاسماء الاخرى لعب الكرة عالية، كرة عادت من جديد لمصلحة نادي النفط على جهة اليسار، يلعب الكرة عالية للامام لكنها اقرب لدفاعات نادي الغراف. كرة من جديد عادت لحسن داخل كشاش لنادي الغراف. هسه نشاهد اهداف في نهايه هذا الشوط. ممكن كل شيء وارد في عالم كره القدم، كل شيء وارد. قد نشاهد شيء، جمهور الغراف حاضر يشجع ويوازر ويثير حماس اللاعبين. كره لمصلحه نادي الغراف اماميه، يلعب الكره لمصلحه حسين طارق، يحاول المرور والعبور بالمهاره، يعود الكرة بالخلف لكنها خاطئة، عادت لمصلحة نادي النفط من ستار ياسين. الكرة لا زالت في وسط الميدان، هنا صافرة مخالفة لمصلحة جعفر عبيس. جعفر عبيس مميز الذي سجل هدف في مرمى أمانة بغداد. هنا الكابتن عادل نعمة ونظرة على هذه المباراة في نهاية هذا الشوط. هذه الكرة الماضية الاستقبال كان مميز من جعفر عبيس. هذا الجمهور، الله الله على هذا الجمهور، جمهور الغراف، جمهور رائع، جمهور مميز. بالنسبة لجمهور الغراف جاء من أقضية ونواحي الناصرية كي يشجع ويوازر نادي الغراف في هذه المباراة. شيء رائع وجميل جدا بالنسبة لجمهور الغراف. كرة لمصلحة نادي النفط، لعبة الكرة عالية للأمام، كرة لا زالت من هناك صافرة مخالفة على البطاقة الصفراء. البطاقة الصفراء تأتي بهذه اللحظات على سالمون تشارلس المحترف الكاميروني، الآن يتلقى البطاقة الصفراء بهذه اللحظات على تشارلس. شوف هذه الكرة الماضية، وهنا الارتقاء بينه وبين وليد كريم في الكرة الماضية. اسمع جمهور الغراف، جمهور رائع. بالنسبة لجمهور الغراف جاء من أقضية ونواحي الناصرية، من الرفاعي والشطرة وسوق الشيوخ والجبايش والفهود والدواية والسيد دخيل والإصلاح والغراف وقلعة السك. جمهور مميز، جمهور رائع. جمهور الناصرية حاضر في الناصرية وخارج الناصرية. لكن لدينا كرة لمصلحة نادي النفط بهذه اللحظات.
على الرغم من نادي النفط يلعب منقوص العدد، ولكن يضغط في هذه اللحظات، يحاول أن يحصل على شيء، يحصل على هدف يريح أعصاب الكابتن عادل نعمة. كرة لمصلحة نادي النفط. حسن نشاهد هدف يأتي في نهاية هذا الشوط، نشاهد ونتابع. كرة لمصلحة نادي النفط، ستار ياسين على التنفيذ. من سيسدد؟ من سيسدد هذه الكرة لمصلحة نادي النفط؟ كرة ثابتة من مكان خطير في توقيت خطير في نهاية هذا الشوط من مصلحة نادي النفط. نشاهد ونتابع. حسن نشاهد هدف يأتي في نهاية هذا الشوط لمصلحة نادي النفط. ستار ياسين عم وليد كريم. نشاهد ونتابع بهذه اللحظات من سيسدد على المرمى. 3 دقائق أعطاها حكم المباراة كوقت بدل ضايع. لدينا كرة لمصلحة نادي النفط، هذه الكرة ولكن وصلت عند حارس المرمى. إذن أيها الأحبة، هنا تأتي صافرة وختام هذا الشوط الأول بصافرة الحكم واثق محمد. أيها الأحبة، إن شاء الله نلتقي مع بداية الشوط الثاني. استراحة قصيرة ثم لنا عودة. يتركها مجتبى يا كديوري والتركيز العالي او لزميله الان. الله، الكناري غرد بهدف تاريخي جميل. الله 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 الله، اي هدف، اي تصويبه، اي تركيز عالي. يا عيني يا عيني يا يونس غني على هدف جميل. وفي ايام الربيع حضر الكناري وغرد، حضر الكناري وغرد. يونس غني يسجل هدف من اروع ما يكون. هذا هو يحجز له هدف الجولة، هذا هدف الجولة. يونس يا يونس، يونس يا يونس، وهدف من اروع ما يكون. يا سلام يا سلام، يونس غني يصل الى هدف الثالث هذا الموسم بعد ان سجل بشباك القاسم ودهوك. اما الكرخ اللي اصبح يمتلك الثقة الأكبر، لكن هنا سامر محسن الخطير. الله، التعادل يصل لأبناء الحدبة بكرة مباغتة من القادمين من الخلف. الله 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 الله، جوستن ميدراندا، جوستن ميدراندا، نعم هو الكولومبي بالأراضي العراقية يسجل التعديل. يا له من شوط أول ويا لها من 20 دقيقة أولى. نعم هدفين يتقاسمها الفريقين. شوف سامر محسن أينما حلت الخطورة، تشاهد سامر محسن أينما حلت الأهداف هنالك بصمة لسامر محسن بكرة خادعة وصلت على طبق من ذهب للاعب جوستن ميدراندا. الكولومبي يسجل التعادل بشباك الكرخ. تعود المباراة لنقطة البداية، تساوت الكفتين، هدف مقابل هدف. الكرخ ترك مساحات للخطوط الدفاعية. إذن هل يفعلها يونس غني كما فعلها بشوط اللقاء الأول؟ كانت أبعد، كانت أبعد وسجلها.
لكن هذه يونس غني، التركيز العالي، التصويب، لا 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 لا، هذه ركلة جزاء وليست ركلة حرة مباشرة. يا ساتر عليك يا يونس غني، هو عريس الليلة، ينفذها بيده مو برجله، ينفذها بيده يونس غني. لا الله يا الله على هدف جميل، على كرة متقنة، على تصويبة جميلة. نعم، إذا غرد الكناري اعلم إن الشباك تحركت. حركها يونس غني، وأي تصويبة جميلة. نعم، بنفس الطريقة، هو الأبعد سجلها، فما بالك بالأقرب. الله يا يونس غني، شوف المزعجة والخطيرة، يرسلها عالية إلى الأمام، محاولة بالراس، لا زالت قائمة، المتابعة، تصويب، سجل هدفه الأول 9 دقائق من ثواني. اللاعب السرسم الذي تسبب بهذه الركنية، الذي كان مساهما نعم بتحول الكرة إلى ضربة ركنية، سجل من خلالها فريق نادي زاخو أول أهداف المباراة، ضربة دفاعية، ومن هناك الدفاعات لأمانة بغداد ترتبك أمام الهجوم الكاسح لفريق نادي زاخو الذي يستثمر اللاعب السرسم، ومن هناك ينتزع أول أهداف المباراة. ضربة ركنية، قاسيموف يرسلها عالية، محاولة خطيرة بالراس، أيمن العائد، غياب ميلاد أيضا بروحية القائد، يعود وبرأسية يعانق من خلالها الشباك. إنه وقت العودة، وقت النهوض، وقت الارتقاء. هناك في المراكز المتقدمة يريدون الابتعاد أكثر وأكثر عن شبح الهبوط، والابتعاد عن المراكز الساخنة الحمراء المتواجدة في قاع الترتيب. أيمن الزيد يرتقي وبهدف التعادل يعود بفريق أمانة بغداد ويحتفل. الله على المرور والعبور والعرضية، إذا غاب عن التسجيل على أول أهدافه مع نادي زاخو، أول أهداف البرازيلي مع نادي زاخو. ولكن حدثني على مرور اللاعب السرسم، على المرور من أمام محمد رمضان في الكرة الماضية، أي مرور وتمويه رائع جدا، واختراق وعرضية لاقاها التألق، والتقت واصطدمت بهداف تعامل معها بجدية، تعامل معها بكل جدية حقيقية. يحاول أن يجد المساحات بهذا التوقيت إلى كلاوديو أوليفيرا. مارادونا عالية، الكرة خطيرة، الله، نوروز يفتتح التسجيل بهدف أول جميل، وعن طريق النيجيري كومو لافي. نعم، هدف يحمل مع رائحة الربيع، هو أقرب وترجم الفرص إلى هدف أول. كومو لافي عالية كانت، ومتابعة ولا أروع، باغتت حارس المرمى وسام محمد، والتقدم يصل لمصلحة فريق نوروز. هدف أول، لم ينتهي شوط اللقاء الأول من دون أهداف، وهنا كومو لافي النيجيري يسجل الهدف الأول لمصلحة نوروز. على التنفيذ الآن عبد المجيد صبارة بكرة عالية داخل المنطقة، الله، ديالا لا ترفع الراية البيضاء حتى وإن كانوا منقوصين العدد. هنا ديالا، هنا مدينة البرتقال، خذنا لننشر الفرح إلى بعقوبة والمقدادية ب10 لاعبين. ديالا يعدل، وعلي خالد القادم من الخلف، والرأسية جميلة. نعم، جميلة
وهدف التعديل، هدف التعديل دياله، رأسية ولا أروع. علي خالد رغم الألم ورغم أنه تعرض لإصابة مرتين بهذا اللقاء لكن بقي صامدا، فهو كالفارس المثقل بالجروح. إذا الكرة الثابتة الآن، وسنكمل هذه الكرة. عدت هنا، الله يا كريم، الله 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 الله. سجل في مباراة الذهاب، يعود ويؤكد على مباراة الإياب ويسجل هنا في مرمى الطلبة وفي ملعب دهوك بالكرة ثابتة، جعلت الحارس يشاهد يستمتع بنظراته كيف دخلت وكيف أسكنها المرمى بهدف أول من كريم درويش، يسجل أول أهداف اللقاء التي يحتاجها لاعبين نادي الشرق. يلعبون على الأطراف، حسين جبار يلعب الكرة العرضية، جول 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 جول. بسام شاكر يعلن عن تسجيل أول أهداف القيثارة، تبدأ بالعزف هنا في ملعب النجف. شاهد تمريرات فريق الشرطة وصلت لحسين جبار وبسام شاكر. ماذا تفعل يا العمواسي؟ ماذا تفعل يا الأردني؟ ماذا فعلت يا النشمي؟ أي خروج! أنت حارس محترف، أنت حارس محترف وتخرج بهذه الوضعية وبهذه الكيفية. ألف علامة استفهام، خطأ لا يغتفر من الحارس بخروج غير موفق بالمرة. عبد المجيد تمريرة لأحمد فرحان، أحمد فرحان يبحث عن زاوية، الله، جول 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 جول. هدف ثاني للقيثارة، حف الزاوية الصعبة على العمواسي. شاهد الهجوم السريع والنقلات السريعة، وفرحان وضعها في المكان الصح، في المكان الذي يجب أن توضع به الكرة، ونعم في زاوية صعبة جدا على الأردن العمواسي. ثنائية للشرطة بعد مرور 25 دقيقة على لعب الركلة الركنية. محمود المواس يلعب الركنية على القائم الأول، هنا الراسية، جول. سجل في مرمى القاسم 7، والآن على النجف 3 أهداف. نعم، الهدف الدقيقة 53 لمصلحة نادي الشرطة. هدف الدقيقة 53. شاهد الراسية والعمواسي لم يفعل للكرة شيئا. يونس عبد يحاول، يونس إلى هاريسون كرة اصطدت هنا الراسية من هاريسون، يحاول الآن أيمن لوي، جول. هدف أول للنجف عن طريق أيمن لوي، وثانية وثالثة، وفي الأخير نجح شاهد راسية هاريسون، ومن ثم إلى رضا فاضل، ورضا فاضل براسية جميلة لأيمن لوي. هدف الراسيات من هاريسون إلى رضا، ومن رضا لأيمن لوي الذي لعب الكرة في زاوية مستحيلة. 0-4 من القرمة والكرة الخطيرة، وجول أول للكهرباء عن طريق أوغستين أموتو بهدف أول للكهرباء. أحمد عبد الجبار، وهدف أول للكهرباء عن طريق أوغستين أموتو لاعب الطلبة السابق. وصل إلى هدف الثاني. لاحظ الانطلاقة من البرازيلي بوليغا والتحضير الرائع. شوف الكرة بدأت بوليغا لم يكن متسللا، وبالتالي أموتو
بأول هدف للبرتقالي، أول هدف للكهرباء. أوغستين أموتو بهدف الأول. القطع كان من سيسكو. كهرباء والتسديدة وثاني الأهداف. ننتظر ربما الراية. إذا هدف للكهرباء. أوتارا لم يكن متسللا. سومايل أوتارا ثاني للكهرباء عن طريق البوركيني سامويل أوتارا. لاحظ لم يكن مغطي الاثنين. وشوف اللاعب ربما فقار محمد مغطي بهذه اللقطة، وبالتالي ثاني للكهرباء بكرة مكهربة من طبعا سامويل أوتارا. زاكري تمرير، حاول حسين لزاكري، خطيرة. ثالث للكهرباء. أموتو أوغستين أموتو بثالث الأهداف للكهرباء. أموتو ثالث الأهداف للكهرباء بفاصل وبجملة تكتيكية رائعة. ثالث. لاحظ زاكري، حسين، جاسم لزاكري لأموتو. ثالث الأهداف أوغستين أموتو. حاول المرور. عدنا إليكم مجددا مرة أخرى أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان لأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء لحساب الجولة 27 في مباراة هنا على ملعب الكابتن شرار حيدر بين نادي النفط ونادي الغراف. هنا على ملعب الكابتن شرار حيدر. لمن التحق بنا الآن، الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين. هنا صافرة البداية لحكم المباراة واثق محمد معلن عن انطلاق الشوط الثاني من هذه المباراة. هل ستكون الأهداف حاضرة في الشوط الثاني؟ الشوط الأول شاهدنا لدينا هناك طبعا بطاقة حمراء كانت على علي ماجد لاعب نادي النفط، وبالتالي نادي النفط في هذا الشوط سيلعب منقوص العدد، وبالتالي نحن على أمل أن نشاهد مباراة جميلة ومثيرة من خلال هذا الشوط. الشوط الثاني قد يكون مختلف عما شاهدنا في الشوط الأول من هذه المباراة. طبعا بنفس توقيت هذه المباراة لدينا هناك القوة الجوية متقدم بهدفين مقابل لا شيء على نادي القاسم، لكن هنا الأهداف غائبة غير حاضرة في مباراة نادي النفط مع نادي الغراف. طبعا في هذه الجولة لدينا طبعا هناك مباراة انتهت بتعادل سلبي، مباراة نوروز مع الكرخ. مباراة كانت انتهت بالتعادل السلبي في هذه الجولة. هل ستنتهي هذه المباراة بتعادل سلبي أم الأهداف حاضرة وغائبة؟ هذه كرة لكنها خاطئة، عادت لمصلحة نادي النفط، ولكن سرعان ما عادت لمصلحة نادي الغراف.
طبعا في الشوط الثاني نادي النفط أجرى تبديل بدخول سامي هين، اشترك في الشوط الثاني. كرة لمصلحة نادي الغراف، محاولة للأمام. حسن نشاهد الأهداف، يا كوكو يا النسر النيجيري. الجمهور الغراف هناك ينتظر، جمهور الناصرية ينتظر. نشاهد ونتابع. هذا سامي هين الذي اشترك في الشوط الثاني. أنيس المعاري، كرة من جديد. حسن داخل كشاش، تعود الكرة بالخلف. سالمون تشارلز، مناولات، محاولة صناعة فرصة جديدة. ينقل الكرة على جهة اليمين، كرة لمصلحة نادي الغراف. عادت من جديد ستار ياسين، وليد كريم، يا سلام، فرصة من جديد لمصلحة نادي النفط. يلعب الكرة أمامية، محاولة ولكن وين الكرة؟ أقرب لمجتبى، مجتبى محمد أقرب لهذه الكرة. مجتبى الذي سبق والمثل نوروز. كرة من جديد، سين عبد الواحد لسالمون تشارلز على جهة اليسار. جعفر عبيس هو من غادر. جعفر عبيس إذن يغادر، واشترك سامي هين بتشكيلة نادي النفط. كرة لمصلحة نادي الغراف، علي بعاد. كرة عادت من جديد، كرة أمامية لمصلحة موتاري. عمادو موتاري والصافرة. كرة لمصلحة نادي النفط من جديد في وسط الملعب، يغير الاتجاه من هناك على جهة اليسار. محاولة التقدم للأمام، ولكن عادت من جديد لمصلحة نادي الغراف لحسن داخل كشاش الكابتن. التوجيهات مستمرة للزملاء للاعبين، ولدينا هناك جمهور حاضر على ملعب الكابتن شرار حيدر يشجع ويؤازر بشغف وحماس. نادي الغراف سيلعب في الشوط الثاني، وهو طبعا لديه أمل وثقة وحافز معنوي، لأن نادي النفط يلعب منقوص العدد. كرة من جديد، حسن داخل كشاش، مرت على أمير عبد الله. الهجوم يأتي لمصلحة الغراف في وسط الميدان، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. مصلحة نادي النفط طبعا يعني على ذكر التعادلات، نادي الغراف في هذا الموسم تعادل 4 مرات 0-0. 4 مرات تعادل نادي الغراف تعادل سلبي. على الجانب الآخر نادي النفط تعادل 7 مرات تعادل سلبي 0-0. وبالتالي يعني حتى في المباريات السابقة الأهداف غائبة لكلا الفريقين. بالنسبة للغراف الذي كما ذكرت تعادل 4 مرات تعادل سلبي 0-0، وبينما نادي النفط تعادل 7 مرات 0-0. لكن بالنسبة لنادي النفط لديه 10 مباريات تعادل، و7 منها كانت بتعادل سلبي، بينما الغراف تعادل ب6 و4 منها كانت بتعادل سلبي 0-0. كرة من جديد لمصلحة نادي النفط. يلعب الكرة أمامية، الإبعاد موجود، التدخل حاضر، لكن لدينا وليد ولدينا ستار خطير. الله، هذه الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. سدد كرة، أراد أن يجرب حظه من مسافة بعيدة ولكن مرت. شوف هذه الكرة، وهنا التسديدة إلى خارج أرضية الملعب. في الكرة الماضية كانت عن طريق ستار ياسين. في الكرة الماضية ستار ياسين لديه 4 أهداف في هذا الموسم لغاية الآن. كرة من جديد عادت على جهة اليسار، تقدم يأتي لمصلحة نادي النفط. يا سلام، هذه فرصة جول. الله، لا زالت خطيرة ستار. الله الله الله، أوه، ضاعت فرصة التقدم لمصلحة نادي النفط. ضاعت عليك يا ستار ياسين، لكن لدينا محاولة أخرى، فرصة جول. الله الله يا موتاري يا مادو، فرصة جول ضاعت لنادي النفط.
فرصة التقدم ضاعت لنادي النفط في الكرة الماضية مرة أولى ومرة ثانية، والأهداف غائبة. الأهداف غائبة. لاحظ هنا الاستلام وهنا التسديدة، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا ستار ياسين توغل، ولكن بعد ذلك الكرة وصلت لحارس المرمى. هناك مطالبة، هل هناك شيء في الكرة في هذه الكرة؟ ولكن حكم المباراة أمر باستمرارية اللعب. فرصة ضاعت عليك يا ستار ياسين، وضاعت أيضا على موتاري أمادو في الكرة الماضية. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف. حسن داخل كشاش، الكرة لا زالت نادي الغراف، يعني نادي النفط يلعب من قوس العدد وكاد أن يسجل. نادي الغراف ماذا سيفعل في الشوط الثاني من هذه المباراة؟ نشاهد ونتابع. الكرة من جديد، تمريرات، مناولات قصيرة، محاولة صناعة فرصة جديدة، محاولة الوصول إلى المبتغى، محاولة إفراح وإسعاد جمهور الغراف الكبير. كرة من جديد لا زالت لمصلحة نادي الغراف في وسط الميدان. محاولة صناعة فرصة جديدة. سالمون تشارلز لديه بطاقة صفراء الكاميروني، كذلك كشاش أيضا لديه بطاقة صفراء. لكن لدينا كرة لمصلحة نادي الغراف. المناولات، تقدم يأتي تشارلز، سالمون تشارلز، حسن داخل كشاش، تبادل كروي، محاولة إيجاد فراغ، محاولة صنع الثغرات بدفاعات النفط الذي يلعب من قوس العدد ويبحث نادي الغراف بهذه اللحظات. كرة لمصلحة نادي الغراف. سالمون تشارلز، المناولات القصيرة حاول أن يصنع بها نادي الغراف في هذه المباراة، أن يصنع شيء. مهارة لاعبي الغراف وسلاسة في التمرير، كأنها نقوش مسمارية تكتب بدقة على بساط أخضر. كرة من جديد، يا سلام. تقدم يأتي حسين عبد الواحد لحسن داخل كشاش. كرة من جديد من هناك لمصلحة نادي الغراف في وسط الميدان. حسن داخل كشاش من جديد يلعب الكرة أمامية، استقبال جيد وتقدم ونظرة للملعب لحسين عبد الواحد. سلاسة في التمرير وكأنها نقوش مسمارية تكتب بدقة، ولكنها هذه المرة ليست الدقة كانت غائبة. ذهبت الكرة لمصلحة نادي النفط، لكن عادت سرعان ما تعود الكرات وتعود لمصلحة نادي الغراف. عزيمة، إصرار. لدينا هناك سيمفونية سومرية تعزف على المدرجات بالنسبة لجمهور الغراف. لدينا فرصة ومحاولة خطيرة لمصلحة نادي الغراف. هذه تسديد، الله، على فرصة، ولكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هنا قحطان كثير ونظرة على هذه المباراة ونظرة على أحداثها. وهذه الكرة هنا التحضير والتسديد باليسار، أراد أن يجرب حظه من مسافة بعيدة، ولكن كرة مرت بأمان وسلامة على مرمى نادي النفط. 10 دقائق مرت من أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. التعادل السلبي لا زال سيد الموقف. الأهداف غائبة، الشباك لم تهتز، لكنها قد نشاهد شيء في الدقائق القادمة من أحداث هذا اللقاء. لدينا رمية تماس، سالمون تشارلز، كرة لمصلحة أكبوتشو. كرة من هناك من جديد لمصلحة نادي الغراف. سنشاهد شيء جديد لأبناء الزقورة في الزقورة وأشهر معالم الناصرية، المدينة السومرية، ممثل لمدينة الناصرية الغراف. هذه فرصة ولا زالت خطيرة. كوكو فيديليس كوكو، يا سلام. النسر النيجيري يريد أن يحلق، يريد أن يطير
بأحلام الغراف في هذه المباراة. الكرة لا زالت خطيرة لمصلحة الغراف. محاولة، كرة كانت من حسين فلاح، مرت من هناك إلى ركنية. الركنية الآن موجودة لمصلحة نادي الغراف. حسين فلاح الخبرة موجودة في الدوري مع الميناء، مع نفط البصرة، مع القوة الجوية. لكن لدينا هنا حسين عبد الواحد الذي هو أيضا سبق ومثل الميناء. الميناء خسر اليوم أمام الكهرباء، لكن لدينا ركنية لمصلحة حسين عبد الواحد. يلعب الكرة عالية وخطيرة، ولكن الإبعاد موجود. الكرة لا زالت من جديد، عادت محاولة صناعة فرصة جديدة. يواصل الغراف البحث لا زال مستمر، الضغط لا زال يتواصل. محاولة صناعة فرصة جديدة، التمريرات والضغط للأمام لمصلحة أبناء الناصرية. سالمون تشارلز، كرة من جديد عادت لفابريز أكبوتشو. حسين فلاح إلى كشاش. حسن داخل مع حسين فلاح، الخط الدفاعي. محاولة صناعة فرصة جديدة للاعبي الغراف. يلعب الكرة أمامية، لكنها وصلت لستار ياسين. يستلم الكرات، يعود بالخلف. يلعب الكرة على جهة اليمين من كرار سالم إلى حبيب الغاني. يلعب الكرة عالية للأمام، ولكنها مرت إلى تماس، أو هناك خطأ، هناك مخالفة لمصلحة القمصان البيضاء. شوف هذه الكرة الماضية، وهنا التدخل كان من سالمون تشارلز على حسام جاد الله. المخالفة واضحة، خطأ يأتي لمصلحة نادي النفط. واثق محمد، كابتن واثق محمد حكما في هذه المباراة. هنا لدينا طبعا حسام جاد الله. نادي النفط يلعب من قوس العدد، البطاقة الحمراء التي كانت على علي ماجد في الشوط الأول من هذه المباراة. ننتظر، نشاهد ونتابع. ستكون الأهداف حاضرة طبعا منذ الجولة 20. النفط فاز في 3 مباريات في هذا الموسم. منذ الجولة 20 النفط فاز في 3 مباريات، بينما الغراف فاز في مباراة واحدة فقط. فاز الغراف في مباراة واحدة فقط منذ الجولة 20. الغراف فاز على النجف، بينما منذ الجولة 20 خسائر متوالية. حديث عن خسارة من أمام زاخو، الخسارة من أمام القوة الجوية، لكن لدينا مخالفة وكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء. الله، جول أول يأتي في المباراة. الله 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 الله، هكذا هو إصرار نادي النفط رغم أنه يلعب بمنقوص العدد، لكن الأهداف حاضرة. الله عليك، الله على هذه الرأسية يا حسام جاد الله. يسجل هدف بعزيمة وإصرار لنادي النفط، هدف يأتي في توقيت مثالي، بتوقيت رائع. لاحظ هذه الكرة، وهذه الكرة المميزة، وهنا الرأسية. الله الله، الكرة بالمقاس على الرأس، يضعها حسام جاد الله في شباك الغراف، معلنا عن هدف أول يأتي في هذا اللقاء. الله الله على كرة عرضية، وهذه الرأسية، ويبدو أنها أيضا اصطدت بحسين طارق في الكرة الماضية، وبالتالي هدف يأتي لمصلحة نادي النفط. جول أول يأتي في المباراة، هدف أول بالتأكيد، يعني عكس ما كنا نتوقع أن يلعب نادي النفط منقوص العدد ويسجل هدف. هذا شيء رائع جدا لنادي النفط في هذه المباراة. هدف أول لحسام جاد الله لمصلحة نادي النفط بعد مرور ساعة مرت من عمر هذا اللقاء. هدف أول يأتي في هذه المباراة. نادي النفط آخر مباراتين
لم يسجل ولا هدف، لكن اليوم يسجل. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف. هسه نشاهد ردة فعل يعني شيء رائع. فيديليس كوكو، هذه كرة خطيرة والله. اوه يا النسر النيجيري يريد ان يحلق عاليا باحلام الغراف، ولكن الكرة مرت على النسر النيجيري باقدام افريقية. اراد ان يسجل حضوره في هذا اللقاء. الكرة لا زالت عادت من جديد مرة أخرى لمصلحة نادي النفط. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. سالمون تشارلس، هذا فيديليس كوكو. شوف هذه الكرة الماضية، وهنا الإبعاد، بعد ذلك مرة أولى مرة ثانية، وهنا فيديليس كوكو أراد أن يسجل، أراد أن يدون اسمه في أهداف هذا اللقاء. يا كوكو صاحب ال 14 هدف أراد أن يسجل ويضيف هدف آخر في سجل التهديفي في هذا الموسم، لكن لدينا فرصة لمصلحة نادي النفط. ممكن أن يسدد هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، ممكن أن تكون، ولكن الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي النفط. يلعب الكرة أمامية ستار ياسين، من هناك على جهة اليسار يحاول يعود بالخلف في وسط الملعب. الآن نادي النفط سيحاول الحفاظ على هذه النتيجة، على الانتصار في هذه المباراة. يا فابريس أغبوتشو، هنا تبديل حسن حمزة وأيضا أحمد ناظم. بهذه اللحظات يشترك حسن حمزة، تبديلين بدفعة واحدة. بلند أزاد هو من سيشترك بهذه اللحظات. نعم، بلند أزاد هو من سيشترك بهذه اللحظات لمصلحة نادي الغراف. تبديلين بدفعة واحدة يدفع بها المدرب عادل نعمة بهذه اللحظات. يشترك بلند أزاد. كرة من جديد، محاولة لمصلحة نادي النفط. هنا تسديدة، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. كرة من جديد أمامية، كرة لمصلحة نادي الغراف. حسن نشاهد ردة فعل الكرة الماضية. الكرة هنا تسديدة خطيرة، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. شوف هذه التسديدة كانت من أمير عبد الله إلى خارج أرضية الملعب. أحمد ناظم هو من اشترك مع بلند أزاد. هنا قحطان كثير ونظرة على هذه المباراة. كرة أمامية بالراس لمصلحة نادي النفط. يلعب الكرة أمامية، عادت من جديد لمصلحة نادي الغراف على جهة اليمين. حاول صناعة فرصة جديدة. هسه يعود نادي الغراف في أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. نشاهد ونتابع الكرة من جديد من هناك، ولكن أقرب لدفاع نادي النفط والصافرة، والمخالفة موجودة، خطأ يأتي لمصلحة نادي النفط. من الجولة 20 نادي النفط فاز فقط في 3 مباريات. من الجولة 20 يعني
فاز النفط على نادي أمانة بغداد بهدفين لهدف، بعد ذلك خسر من أمام الكرخ بهدف نظيف، وتعادل مع النجف بهدف لهدف، بعد ذلك انتصارين متتاليين على الكهرباء وكذلك على القاسم. الجولة 20 نادي النفط فاز في 3 مباريات، بينما نادي الغراف منذ الجولة 20 فاز فقط في مباراة واحدة. حدث عن الجولة 20 مع زاخو الخسارة بهدفين مقابل لا شيء، بعد ذلك الخسارة من أمام الجوية وأمام القرمة وأمام الزوراء وأمام نوروز، بعد ذلك جاء الفوز على نادي النجف بهدف نظيف، والتعادل الأخير كان مع نادي أربيل بتعادل سلبي. ولكن قبل الجولة 20 تمكن نادي الغراف من الفوز في مباراتين على التوالي، من خلال الجولة 18 الفوز على الميناء بهدف نظيف، بعد ذلك الفوز الرائع على نادي دهوك ب4 أهداف ل3. بالتالي نشاهد ونتابع هنا البطاقة الصفراء مخالفة، والبطاقة الصفراء أخرى في أحداث هذا اللقاء على نادي الغراف، تأتي على أحمد ناظم. أحمد ناظم يتلقى البطاقة الصفراء، البديل الذي اشترك قبل قليل، شوف هذه الكرة الماضية، وبالتالي يحصل على البطاقة الصفراء. كانت على كرار سالم، كرة لمصلحة نادي النفط بهذه اللحظات. أحمد ناظم البديل الذي اشترك قبل قليل بتشكيلة نادي الغراف مع بلند آزاد، بلند حسن الذي سبق والمثل نادي دهوك وتدرج في نادي إقراف شاب. بالنسبة لي طبعا البديل بلند آزاد، بلند حسن من الأسماء المميزة، الأسماء الجيدة. حسين فلاح هو من غادر واشترك طبعا بلند حسن. كرة من جديد، كرة أمامية لمصلحة نادي النفط، ولكن عادت ووصلت عند دفاعات نادي الغراف. يلعب الكرة عالية للأمام، عادت من جديد لدفاعات نادي النفط. يلعب الكرة من جديد لمصلحة نادي النفط. حاول نادي النفط في هذه الدقائق أن طبعا يكسب المزيد من الوقت والحفاظ على هذه النتيجة والحفاظ على هذه النقاط الثلاثة بالنسبة لنادي النفط من خلال هذه المباراة. لدينا فرصة لمصلحة نادي النفط داخل منطقة الجزاء، هذه كرة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، من حسام جاد الله. هنا نظرا لهذا الرجل عاد النعمة مع الراحل مصطفى سعدون رحمة الله عليه. الصورة ما زالت باقية وحاضرة لذلك الحارس الذي رحل عنا رحمة الله عليه، وتبقى انتصارات النفط حاضرة، وانتصار النفط لغاية الآن بهدف. لدينا ركنية، ستار ياسين يلعب الكرة عالية، وصلت لأحمد ناظم. أحمد ناظم خبرة في الدوري مع القوة الجوية، مع الطلبة، مع النفط أيضا، مع النجف، مع زاخو بالنسبة لأحمد ناظم. الأسماء الخبرة الموجودة أيضا بتشكيلة نادي الغراف. هنا حسن داخل كشاش يلعب الكرة أمامية في وسط الميدان لمصلحة نادي الغراف. هسه نشاهد شيء جديد في قادم الدقائق، نشاهد ونتابع. كرة لمصلحة نادي النفط، حاول كرة من جديد لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. الكابتن قحطان كثير الذي جاء
خلفا للكابتن حيدر عبيد. كرة من جديد، رمية تماس لمصلحة نادي الغراف. أحمد ناظم، بلند حسن، مقطوعة وليد كريم. وليد الكرة بالخلف، تلعب الكرة عالية، استقبال جيد من أكبوتشو لمصلحة نادي الغراف. هذه المرة حسين طارق لمصلحة نادي الغراف، حاول أن يعود بالمباراة، يعود بنتيجة اللقاء. هل سيتمكن من ذلك؟ نشاهد ونتابع، نشاهد ونتابع في قادم الدقائق من هذه المباراة. هذه كرة خطيرة، الله، أوه، على تسديدة للكابتن حسن داخل كشاش بتسديدة، ولكن حضور لحارس المرمى حسين علي جولي. شوف هذه التسديدة، ولكن وجدت يقظة من حارس المرمى والتصدي لهذه الكرة. هنا تبديل بتشكيلة نادي الغراف. يشترك بهذه اللحظات أحمد الحضري. أحمد الحضري إذن يشترك بهذه اللحظات. المحترف التونسي يشترك بهذه اللحظات، الذي سبق واللعب لشبيبة العمران، ولعب أيضا لمستقبل بالمرسي. بالنسبة لهذا التونسي أحمد الحضري يشترك بهذه اللحظات. هسه نشاهد شيء جديد لنادي الغراف من خلال هذه التبديلات، 3 تبديلات بتشكيلة نادي الغراف لكتيبة المدرب قحطان كثير. شوف هذه الكرة الماضية وهذا التدخل اللي كان على أمير عبد الله. لكن هنا لدينا كرة لمصلحة نادي النفط أو لمصلحة نادي الغراف. حتى نشاهد شيء جديد. هل يتمكن نادي الغراف من معادلة نتيجة اللعب؟ الكرة خطيرة وعالية وداخل منطقة الجزاء. سالمون تشارليس مرة أولى وثانية، وعلى تسديدة كانت من فابريس أكبوتشو المحترف التوغولي، الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. طبعا ملاحظة عزيزي المشاهد، يعني كلا الفريقين كلما يتعادلون 0-0 يخسرون في المباراة التي تليها في هذا الموسم. هذا ما شاهدناه، وهذا ما شاهدنا من خلال هدف هذا اللقاء بالنسبة لحسام جاد الله. ولكن هذه الملاحظة أنه في هذا الموسم كلما الفريقين طبعا تعادلوا 0-0 يخسرون في المباراة التي تليها لكلا الفريقين. يعني لو تلاحظ عزيزي المشاهد بالنسبة لنادي النفط، نادي النفط تعادل 0-0 مع نادي دهوك، خسر في المباراة التي بعدها أمام الموصل بهدفين لهدف. أيضا تعادل مع القوة الجوية ومع النجف 0-0، لكنه خسر من أمام نوروز بهدفين مقابل لا شيء. أيضا مرة أخرى تعادل مع نادي الميناء والزوراء 0-0، بعد ذلك خسر من أربيل ب3 أهداف لهدف. بالنسبة للحديث عن نادي النفط، وكذلك الحال أيضا حتى لنادي الغراف، كلما يتعادل 0-0 يخسر في المباراة التي تليها. يعني تخيل بالنسبة لنادي الغراف تعادل 0-0 مع نادي القاسم، وخسر في المباراة التي جاءت بعدها في مباراة الكأس، خسر من أمام نفط ميسان. أيضا تعادل أمام الزوراء نادي الغراف 0-0، لكنه خسر من أمام نادي نوروز بهدف نظيف. وبالتالي نشاهد ونتابع هل يخسر نادي الغراف في هذا اللقاء. هنا لدينا ركنية
لمصلحة نادي الغراف. كرة اللعب عالية ولكن الإبعاد. جولي لا زالت خطيرة. الله، أوه يا الكابتن حسن داخل كشاش بكرات متتالية، ولكن كرتها مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى. لاحظ هذه الركنية وهذا الإبعاد من جولي، وهنا كشاش، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هذه الكرة الماضية حسين علي جولي والطيران. هنا كرار سالم الذي سبق والمثل الحدود، ولكن يبدو لدينا هناك ورقتين بتشكيلة نادي النفط. لدينا كشاش. ماذا سيصنع نادي الغراف؟ أبناء ذي قار، أبناء الناصرية، في قادم الدقائق من هذا اللقاء نشاهد ونتابع. لدينا كرة لمصلحة نادي النفط ولكن الإبعاد. سالمون تشارلس إلى خارج أرضية الملعب. هذا الواضح في الصورة. الكاميروني الذي سبق وأن لعب لنادي الهلال السوداني، مثل الهلال السوداني بالنسبة لسالمون تشارلس. لكن لدينا ستار ياسين يحاول المرور بالمهارة، توغل لكن يجد المضايقة الدفاعية حاضرة. كرة لمصلحة نادي الغراف لأبناء الناصرية. أحمد ناظم تدخل، كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس. أحمد ناظم الذي اشترك في الشوط الثاني، ولكن هنا لدينا بطاقة صفراء. البطاقة الصفراء ظهرت على موتاري. نعم، على موتاري أمادو يتلقى البطاقة الصفراء. البطاقة الصفراء على نادي النفط في هذه اللحظات. شوف هذه الكرة الماضية. نعم، التدخل كان قوي من المحترف النيجري موتاري أمادو. كرة لمصلحة نادي النفط. كرار رزاق ومحمد عدنان يشتركون بهذه اللحظات بتشكيلة نادي النفط. محمد عدنان مع كرار رزاق أيضا يغادر. كرار سالم يغادر بهذه اللحظات، ويغادر أيضا موتاري أمادو أيضا يغادر مع كرار سالم، واشترك بهذه اللحظات محمد عدنان وكرار رزاق. كرة من جديد لمصلحة نادي الله على هذا الإبعاد الرائع في هذه الكرة الجميلة. تذكرنا على أيام الكابتن باسم عباس وبطولة آسيا الخالدة، وعلى ذكر طبعا منتخبنا الوطني كل الأمنيات والدعوات والتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في المونديال القادم. حسين فالح سيشترك بهذه اللحظات بتشكيلة نادي الغراف، بينما يغادر حسين طارق ويشترك حسين فالح بالرقم 44 بتشكيلة نادي الغراف. كرة وصلت عند حارس المرمى. طبعا كلا الفريقين تمكنوا من الفوز في مباراتين على التوالي في هذا الموسم. يعني عندما يفوز أحد الفريقين يفوز أيضا حتى في المباراة التي تليها. يعني هذه من الغرائب. يعني كلا الفريقين يتعادلون 0-0 يخسرون في المباراة التي تليها، بعد ذلك إذا فازوا يتمكنون أنه يفوزون في المباراة التي تليها. بالنسبة يعني لكلا الفريقين فعلوا ذلك في هذا الموسم. لكن لدينا كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. نادي النفط اللي حافظ على شباكة نظيفة في 12 مباراة في هذا الموسم،
اليوم في مباراة ستكون رقم 13 أن يحافظ نادي النفط على شباكة نظيفة. طبعا من ضمنها قرار اتحادي اللي كانت لنادي النفط في مباراة أمام الطلبة في الجولة الثالثة كانت بقرار اتحادي. لكن على الجانب الآخر بالنسبة لنادي الغراف، نادي الغراف اللي حافظ على شباكة نظيفة في هذا الموسم في 10 مباريات حافظ نادي الغراف على شباكة نظيفة في هذا الموسم. لكن اليوم الشباكة اهتزت، بينما نادي النفط كما ذكرت حافظ على شباكة نظيفة في 12 مباراة، من ضمنها كانت مباراة في قرار اتحادي مع نادي الطلبة. كرة من جديد لمصلحة نادي النفط، يلعب الكرة عالية بالراس والإبعاد. الكرة من جديد، حاول صناعة فرصة جديدة. الغراف لا زال يبحث، يواصل، يريد معادلة النتيجة في هذا اللقاء، ولكن يعني هذا شيء حقيقة يحسب لنادي النفط أن يلعب منقوص العدد وينتصر في هذه المباراة. هذا الشيء أيضا يحسب للكابتن عادل نعمة وللاعبين نادي النفط في هذه المباراة لغاية الآن، إلا إذا شاهدنا شيء جديد في الدقائق 8 القادمة من الوقت الأصلي من هذا اللقاء. سيف كريم في الكرة الماضية، هناك بوتشو مع انيس المعاري، ولدينا هنا محمد عدنان الذي اشترك في الشوط الثاني. وكرة الآن لمصلحة نادي النفط، لعبت الكرة عالية للأمام بالراس والإبعاد من حسين فالح. كرة من جديد عادت لأمير عبد الله، يلعب الكرة على جهة اليمين، مناولات. كرة من جديد لكشاش، حسن داخل كشاش، المناولات لا زالت مستمرة لمصلحة نادي الغراف. يلعب الكرة عالية وخطيرة وعلى صافرة مخالفة لمصلحة نادي النفط. لدينا هنا تبديل في تشكيلة نادي النفط، يشترك حسن حمزة إذن يشترك بهذه اللحظات، ويغادر حسام جاد الله صاحب الهدف يغادر بهذه اللحظات، بهذا الهدف الجميل، بهذا الهدف الرائع، يغادر الآن ويشترك حسن حمزة. أيضا هناك مراجعة في غرفة الفار، هل هناك بطاقة حمراء؟ تشيكينج ريد كارد، هل هناك بطاقة حمراء؟ في هذه اللحظات نشاهد ونتابع. البطاقة الحمراء ستكون على لاعب نادي الغراف نادي الحضري، أم على من ستكون؟ نشاهد ونتابع. حكم المباراة يراجع ويتابع مع الحكام في غرفة الفار، زيد ثامر وحامد طالب. جماهير أيضا تنتظر، جمهور الغراف، لمن ستكون البطاقة الحمراء؟ هناك قحطان كثير. نشاهد ونتابع. البطاقة الحمراء ستكون على لاعب نادي النفط. حكم المباراة والحديث مع الموجودين في غرفة الفار. شاهدنا بطاقة حمراء كانت في الشوط الأول على علي ماجد، وشاهدنا الاستبدال من بطاقة صفراء إلى حمراء. ولكن هنا في هذا اللقاء وفي هذه الدقائق الأخيرة من نهاية هذا اللقاء من الوقت الأصلي، هل هناك بطاقة حمراء؟ فيديليس كوكو اليوم غايب عن الأهداف
نشاهد ونتابع في آخر ما تبقى من هذه المباراة، والقرار يبقى في متابعة الحالة. المتواجدين هناك في غرفة الفار، هل الحالة فيها بطاقة حمراء؟ نشاهد ونتابع حكم المباراة واثق محمد، والحديث والحوار مع المتواجدين في غرفة الفار، والإشارة باستمرار المباراة، لا وجود لشيء ولا وجود للبطاقة الحمراء. لاحظ هذه الكرة الماضية، الكرة وصلت لحارس المرمى. هذه الكرة الماضية أيضا نترك هكذا حالات للمختصين وأيضا لبرنامج أنت الحكم. كرة لمصلحة نادي الغراف، آخر 3 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي من هذه المباراة. هل يتمكن أبناء الناصرية من العودة في نتيجة المباراة؟ نشاهد ونتابع. كرة لحسين فالح، لعب الكرة من هناك لمصلحة نادي الغراف، يتقدم للأمام، يلعب الكرة عالية للأمام بالراس، يحاول مصلحة نادي الغراف. هذه فرصة جول، فرصة الجول. الله، أوه على الغراف اليوم غائب عن الأهداف. هكذا نشاهد وهكذا نتابع الغراف في هذه المباراة. لاحظ هذه الكرة، وهنا الدخول داخل منطقة الجزاء، وهنا أمير عبد الله، ولكن كرة تمرت إلى خارج أرضية الملعب. الغراف اليوم غائب عن الأهداف. هكذا نادي الغراف في هذا الموسم في هذا اللقاء. لكن هنا لدينا طبعا ستار ياسين يغادر في هذه اللحظات، ويشترك أحمد خالد. أحمد خالد إذن سيشترك بهذه اللحظات، يغادر ستار ياسين. كرة لعبت عالية وللأمام، مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية في هذه اللحظات، الدقائق الأخيرة في آخر ما تبقى. طبعا لدينا هناك القوة الجوية، القوة الجوية متقدم بخماسية على نادي القاسم، ونتيجة كبيرة. لكن لدينا هنا المباراة بهدف وحيد، بهدف وحيد في أحداث هذا اللقاء. طبعا فريق بالنسبة لنادي الغراف لعب 12 مباراة خارج الديار، فاز في 3 مباريات منها، وتعادل في 3 وخسر في 6. لكن اليوم يخسر في المباراة السابعة خارج الديار بالنسبة لنادي الغراف. لكن لدينا نادي النفط، نادي النفط لعب 13 مباراة في ملعبه، فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 وخسر في 3. اليوم النفط يفوز في المباراة السابعة على ملعبه. طبعا بعض مباريات نادي النفط كانت خارج بغداد. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف، مناولات أحمد ناظم، يلعب الكرة للأمام، فيديليس كوكو. المباراة لا يشير إلى شيء، يؤمر بالاستمرارية. الكرة لا زالت أمامية، حسين فالح لحارس المرمى سالمون تشارلز، يلعب الكرة عالية، الإبعاد، كرة من جديد أحمد ناظم، بلند حسن، أحمد على اليسار، كوكو، فيديليس، ولكن يبدو أن الكرة غادرت. 6 دقائق يضيفها حكم المباراة واثق محمد كوقت بدل ضايع على نهاية هذا اللقاء، بينما نادي النفط يسعى لتعزيز نتيجة اللقاء بهدف ثاني. نشاهد ونتابع. كرة لمصلحة نادي النفط، كرة من جديد على جهة اليمين،
مرت من حسن حمزة. حسن حمزة البديل الذي اشترك في الشوط الثاني. وهنا الإبعاد، الكرة أمامية من جديد لمصلحة نادي النفط. حاول نادي النفط كسب المزيد من الوقت فيما تبقى من هذه الدقائق الأخيرة، دقائق البدل ضائع التي يبحث فيها نادي الغراف عن معادلة النتيجة. الكرة على جهة اليسار، أحمد ناظم يلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد، إبعاد وتدخل فيديليس كوكو. هل سيمارس هوايته الجميلة؟ هل سيمارس الأهداف في هذا اللقاء؟ طبعا من الأمور الملاحظة، سنتحدث عن ملاحظة في هذا الدوري في هذه الكرة بعد هذه الفرصة، ولكن وصلت عند حارس المرمى، وصلت عند حسين علي جول. من الأمور الملاحظة في هذا الدوري طبعا رباعية أو رباعي هدافين الدوري في هذا الموسم ليسوا عراقيين. هذه أمور من الملاحظة في هذا الدوري في هذا الموسم. رباعي هدافين الدوري في هذا الموسم لم يكونوا عراقيين. تحدث عن شيرزود تيميروف وليونين أتيبا وفيديليس كوكو وعلاء الدين الدالي، 4 هدافين في الدوري. التسلسل الأول 4 ليسوا عراقيين، لكن لدينا يونس حمود في المرتبة الخامسة ب11 هدف مع بيتر غورغيس. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف، تلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء. هذه فرصة تعود بالخلف، محاولة لكوكو خطير، الله لنادي الغراف. الأمل لا زال موجود لمعادلة النتيجة، ولكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف كوكو عائد للخلف، أصبح هو من يلعب الكرات للزملاء، ولكن حسن داخل كشاش والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب. سنلعب حتى الدقيقة 96. كرة من جديد مرت إلى خارج أرضية الملعب. هل يتمكن الغراف من معادلة النتيجة؟ الغراف ليس بتلك الفعالية الهجومية كما كان. كرة من جديد لمصلحة نادي الغراف من سالمون تشارلز في الكرة الماضية بالراس، والإبعاد من جديد. الجولة القادمة نادي الغراف سيكون ضيفا على نادي القاسم، بينما نادي النفط سيستضيف نادي أربيل يوم الثلاثاء القادم من الجولة القادمة، الجولة 28. الجولة 28 إن شاء الله، التي ستنطلق يوم الأحد بمواجهة نادي أمانة بغداد مع نادي دهوك، كذلك زاخو بمواجهة نادي الطلبة، النجف سيواجه نادي القرمة، وتستكمل مباريات الجولة في اليوم الثاني يوم الاثنين. الشرطة سيواجه نادي الزوراء في مباراة كبيرة، نفط ميسان سيستضيف نادي الموصل، ونوروز سيستضيف نادي الميناء، وكذلك الكرخ يستضيف نادي ديالى، والكهرباء يستضيف القوة الجوية. هذه كرة ولكن عادت لدفاعات نادي الغراف. أيضا يوم الثلاثاء كما ذكرت النفط يستضيف أربيل، والقاسم يستضيف الغراف في الجولة الأخيرة، الجولة 28 من دورينا. كرة لمصلحة الغراف، خلاص آخر ما تبقى من اللحظات الأخيرة في هذا اللقاء. هذه كرة محاولة بالراس، ولكن مرت إلى خارج أرضية ملعب، ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. الأمور صعبة تماما على نادي الغراف في هذا اللقاء، ليس الغراف كما عرفناه. شوف هذه الكرة الماضية وهذه الرأسية اللي مرت إلى خارج أرضية الملعب. يبدو قد سمعنا صافرة النهاية. حكم المباراة واثق محمد
نعم، إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، صافرة الختام، ألف مبروك للكادر التدريبي ولنادي النفط بهذا الانتصار الغالي على نادي الغراف. هارد لك لجمهور الناصرية الكبير الذي كان يتأمل أن يحقق نتيجة إيجابية. أيها الأحبة تقبلوا تحياتي يوسف جميل معلقا، كنت واصفا على أحداث هذا اللقاء، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في أحداث قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.